في الحر ده مفيش احلى من الايس كريم. يلا بينا فيديو النهارده نعمل احلى ايس كريم من غير ماكينه وباسهل طريقه. هتجربوها معايا وهتعجبكم جدا. اول حاجه نحضر المقادير بتاعتنا. هجيب كوبايتين لبن كامل الدسم، سواء لبن حليب او لبن نيدو، اي نوع لبن انت تحبيه بس يكون كامل الدسم. هنحطهم في بوله وعليهم كمان 2 معلقه سكر وباكت فانيليا. ايس كريم النهارده اللي هنعمله بالفانيليا. وهجيب باكت كريم كراميل، باكت واحد بس. هضيفه عليه واقلبه كويس جدا لحد ما ادوبه فيه كوبايتين اللبن. هحضر عندي حلة او كزرولة على النار، واحط فيه الخليط السكر واللبن والكريم كراميل، وهبدأ ان انا اقلب فيه، احطه على نار هادية. الكريم كراميل هنا طبعا مش هيجمد معايا زي المهلبية على النار، ولكن اول ما هيبدأ يغلي معايا هبدأ ان انا انزل بمعلقة عسل جلوكوز عشان بيدي مطة حلوة قوي في الايس كريم. اول ما هيغلى عندي الكريم كراميل خلاص على كده هنزله من على النار، وهبدأ ان انا اتعامل معاه. هو مش بيجمد زي المهلبية زي ما قلنا، بيكون الخليط بتاعه ساهل زي ما انتم شايفينه كده، بس هو كده تمام مظبوط 100%. هنزله عندي في بولة، وبعد كده بغطي الوش بتاعه عشان ما يعملش قشرة، وبدخله عندي في التلاجة اسيبه 3-4 ساعات. شايفين مشبر ازاي؟ البولة مشبرة جدا. اول ما يسقع جامد معايا هبدا ان انا انزل كوبايه كريم شانتيه على الخليط الكريم كراميل، وهضربه عندي وهخفق فيه بالمضرب الكهربائي. اقل حاجه يعني المضرب الكهربائي، لان المضرب اليدوي هياخد معاكي وقت طويل. هفضل ان انا اخفق فيه لحد ما القوام بتاعه، هو مش هيبقى زي قوام الكريم شانتيه اللي بنزين بيه التورت، ولكن هتلاقي فيه مطه حلوه قوي. هي دي مطه الايس كريم هتشوفوها معايا دلوقتي. هياخد معايا تقريبا 5 دقايق. الخليط بتاعي بيكون مش تقيل قوي ولا سايب، ولكن هنلاقي الخليط واخد مطه. المطه دي اول ما نوصل ليها بنوقف الضرب بالمضرب الكهرباء. شايفين عند الخليط؟ هوريكم دلوقتي بالسباتولا كده وانا بطلع اوريكم الخليط ازاي بوصل للقوام ده. شايفين في مطة فيه ومش تقيل. طبعا ده مش قوام كريم شانتيه زي اللي بنزين بيه التورت، ولكن ده قوام اللي بنوصل بيه للايس كريم بتاعنا. عندي هنا فورمة السيليكون، عندي منها 2، كل فورمة فيهم بتبقى 4 عيون للايس كريم الاستيك. الخامة طبعا انت بتروح عند مستلزمات الخامات الحلواني او المستلزمات الادوات المنزلية بتلاقيها موجودة، وفي احجام كمان اصغر من كده. يعني الباكت بتاع السيليكون الواحد ممكن بيكون 8 أو 10 قطع، بس الحجم اصغر من كده، ده الحجم الكبير. فبيكون عبارة عن 4 فتحات للاستيك. بحط عند العصيان اللي هي عصيان الخشب الخاصة بالايس كريم، برضو بجيبها من عند مستلزمات الحلواني. وبعد كده ببدأ املى بكيس حلواني، ببدأ املى كل العيون بتاعة الاستيك، بحيث ان ما تاخدش هوا وما يبقاش فيها فراغات كتير. لما انا اطلع عند الايس كريم ما يبقاش واخد فراغات. بدبهم دبتين بس كده على الرخامة، وببدأ ان انا اسوي معايا الوش بتاع الايس كريم. طبعا انا بسويه عشان بعد كده يبقى شكله يبقى حلو في التزيين. ولكن هو يعني ده بيبقى ظهر الايس كريم. بحضر عندي كمية شوكولاتة، سواء دارك او حليب او شوكولاتة بيضة زي ما انت عايزة وزي ما تحبي. بس هنا بحطهم في كوباية حجمها طويل. كل ما تحط في كوباية حجمها طويل بتاخد راحتك اكتر في تغطيس الايس كريم وما بياخدش وقت معاكي. بضيف عليه كمية زيت، وكمان كمية الزيت كل ما بتزودي كمية الزيت للشوكولاتة هتلاقيه بياخد طبقة اقل. الستيك بياخد كمية اقل من الشوكولاتة، بتلاقيه زي ما بنشتري من بره طبقة رقيقة. لكن لو فضلت الشوكولاتة تقيلة فبتبقى طبقة الشوكولاتة على الايس كريم بتبقى سميكة. بمجرد ما انا بغطسه بطلع بيه بسرعة بلاقيه الشوكولاتة جمدت وهو في ايدي، يعني مش محتاج كمان ان انت تدخليه التلاجة، ممكن اولادنا ياكلوه واحنا واقفين. كل الكمية بتاعتي ببدأ ان انا اخلصها بنفس الشكل. شايفين مفيش اسهل من كده. بمجرد من اغطسها في شوكولاتة بتكون جمدت على الايس كريم، فهو مش بياخد وقت خالص بصراحة، وسهل جدا وهيعجبكم جدا وهيعجب الاولاد. طبعا هما بيحبوا الستيك جدا في الصيف. عايزة تحتفظي بيه بقى في الفريزر، تحطيه في علبة محكمة الغلق، علبة بلاستيك تكون محكمة الغلق عشان ما يدخلش اي ريحة من الفريزر. وبعد كده بتدخليه في الفريزر وتحفظيه وقت ما بتحتاجي او تخرجي لاولادك فبتخرجيه على طول.
شايفين طبقة وسماكة الشوكولاتة رقيقة زي اللي احنا بنجيبه من بره وبنشتريه.